في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على كيفية اختبار الماجنترون بتاع الميكرويف، وهنعرف ازاي بنحدد هو سليم ولا تالف. طبعا الفيديو ده هو استكمال للسلسلة اللي عملناها بتاعة الميكرويف، فيفضل ان انت تشوف الفيديو بتاع الدائرة الكهربائية الميكرويف والفيديو بتاع دائرة التسخين علشان تكون ملم بالموضوع من اوله. ويلا بينا نعرف ازاي بنختبر الماجنترون. بفكرك ان القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. انا احمد داوود، دكتور هندسة. اولا بكشف عليه ظاهريا كده، كشف ظاهري ان انا اشوف هو فيه اي كسور ولا لا. بلاقيه سليم، بجيب الافوميتر بتاعي وبظبطه على وضع البزر، وبقيس الطرفين بتوع فتيل التسخين اللي بيتسلط عليه 3 فولت زي ما قلنا في الفيديو بتاع دائرة التسخين. بلاقي الطرفين دول بينهم اتصال، وبالتالي ده كده صح، ده كده الفتيل سليم. وبعدين بجرب الاتصال بين طرف من اطراف الفتيل مع الجسم نفسه، مفيش اتصال بين اي طرف من اطراف الفتيل وبين الجسم، ده برضو نتيجة كويسة. ايضا بقيس المقاومة بين طرفي الفتيل، بلاقي ان هي عندي هنا 1/10. المفروض الطبيعي ان هي تكون من 1/10 لحد 1، يعني المقاومة تكون اقل من 1. اكتر من 1 يبقى الفتيل ده تالف، وبالتالي الماجنترون تالف. طيب لو انا مش معايا افو، بجيب لمبه سيريا كده، هي ما تغنيش عن الافو قوي، بس يعني ممكن اجرب باللمبه السيريا الاتصال بين طرفي الفتيل. بلاقي ان اللمبه بتنور. بعمل اتصال بين طرف من اطراف الفتيل والجسم، والطرف التاني برضو من اطراف الفتيل والجسم. المفروض ما يكونش في اتصال، الاتصال فقط بيكون بين طرفي الفتيل زي ما انا شايف. يبقى باختصار كده الماجنترون بيكون سليم لما يكون في توصيلية بين طرفي فتيل التسخين والمقاومة بينهم تكون من 1/10 لحد 1، وما يكونش فيه توصيلية بين اي طرف من اطراف فتيل التسخين وبين جسم الماجنترون. وطبعا يكون جسم الماجنترون سليم ومفيش فيه اي كسور. دي الحاجات اللي تكون متوفرة في الماجنترون عشان نحكم عليه ان هو سليم. ارجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي لي وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.